ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا مبسوطين ومرتاحين وكل اموركم طيبه باذن الله واحد احد. النهارده هندردش مع بعض شويه عن الشغل بتاع الطلبه، بس مش الشغل بتاع الطلبه وبس، لا هندردش عن نقطه مهمه قوي اللي هي انا هشتغل مثلا ميني جوب. ينفع اشتغل ميني جوب معاها ولا لا؟ اشتغل بارت تايم، ينفع اشتغل معاها ميني جوب؟ ينفع اشتغل بارت تايم وبارت تايم مع بعض، يعني دوام جزئي ودوام جزئي تاني مع بعض، او دوام جزئي مع ميني جوب. هنشوف بعض الحالات الخاصة اللي هي abnormal، اللي غير اعتيادية، اللي لو انت اشتغلت هنا كطلبة فيها ايه الوضع بالظبط اللي هيحصل. الموضوع معقد شوية بس هحاول هبسطه لكم على قد ما اقدر يعني بإذن الله. ان شاء الله حلقة النهاردة هتبقى جميلة وبسيطة، وكمل معايا الفيديو للآخر واستفيد ان شاء الله اكتر حاجة. يلا بينا. بص يا سيدي، اول حاجه نبتدي بيها ميني جوب. ميني جوب ديت بتاخد 520 يورو في الشهر، بس انت لو اشتغلت مع ميني جوب تانية لازم مجموعهم الاثنين ما يعديش 520 يورو. يعني ممكن تشتغل ميني جوب مثلا في مكان ب 200 يورو، في مثلا في مكان تاني ميني جوب تاني ب 300 مثلا يورو، يبقى تاخد مجموعهم 500. لو انت عديت في مجموع الاثنين اكتر من 520 يورو يبقى كده انت اتحولت كبارت تايم. في الحاله دي انت تدفع كل واحده فيهم 9.35% كتامين اجتماعي، يبقى كده بقت دوام جزئي، ما بقتش ميني جوب خالص. الميني جوب تعرف انك تعمل ميني جوب هنا وميني جوب هنا لو الاثنين ما عدوش مع بعض مجموعهم 520 يورو. طبعا لازم تكون معرف في الشركتين اللي انت شغال معاهم ان انت شغال مع تاني. فهمت قصدي؟ يعني شغال مع دي وشغال مع دي، لازم الاتنين يكونوا ملمين ان انت شغال هنا وده شغال هنا. الموقف التاني ان انت تشتغل بقى دوام جزئي بارت تايم. الحالة دي انت بتدفع 9.35% تأمين اجتماعي فقط كطالب، فده الماكسيموم 20 ساعة في الأسبوع. طيب السؤال، هل ينفع أشتغل مع البارت تايم ميني جوب؟ ينفع طبعا. الفكرة بقى في القصة دي إيه؟ أنت معدي 20 ساعة في الأسبوع ولا لأ؟ لو أنت اشتغلت مثلا 16 ساعة في حتة و4 ساعات في حتة يبقى كده 20 ساعة في الأسبوع، يبقى أنت كده بارت تايم طلبة. ماشي، ده الماكسيموم بتاع 20 ساعة في الأسبوع، فدي تنفع قشطة. لكن أنت لو عديت 20 ساعة في الأسبوع يبقى أنت ساعتها أنت مش طالب، فهتتعامل كمعاملة واحد عادي في البلد بيشتغل بارت تايم. فساعتها مش هيتخصم منك بس 9.35%، هيتخصم منك كل حاجة بتتخصم: تأمين اجتماعي، تأمين صحي، ضرايب، بدل بطالة، أي حاجة من الحاجات دي خصومات الشخص العادي اللي بيشتغل دوام جزئي في ألمانيا. بس أنا في حالة لما بشتغل دوام جزئي مع ميني جوب، إيه الوضع بقى؟ إيه التويست؟ إيه الحوار؟ لو بتشتغل ميني جوب مع بارت تايم بتبقى هي الشغل الأساسي بتاعك. الميني جوب بيبقى ساعات بيسموه أصلا نيمن جوب، بيبقى شغل فرعي بجانب الشغل الأساسي اللي هو بارت تايم. لما إنسان في ألمانيا بيشتغل في شغلانة بيبقى اشتراك كلاسة رقم 1، أو على حسب اشتراك كلاسة اللي هو فيها. لو كان عازب هيبقى رقم 1، لو كان متزوج هيبقى 3 أو 4 أو 5. في حالة إنك اشتغلت شغل تاني، الشغل التاني بتاعك ده بيبقى رقم اشتراك كلاسة رقم 6. رقم 6 ده بيدفع ضرايب كتير أوي، يعني انت الشغلانه بتدفع فيها ضرايب كتير قوي هي رقم 6، بتدفع فيها قليله رقم 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5. فانت هتعمل ايه؟ هتقول ده شغل الاساسي البارت تايم فهتدفع فيه ضرايب قليله. حلو، اتفقنا؟ وهتقول شغل الميني جوب هو اشتراك كلاسة 6 أو الشريحة الضريبية 6، ودي هتدفع فيها ضرايب كتير، بس هي أصلا الميني جوب متدفعش فيها ضرايب، فهتاخد فلوسك كاملة في شغلانة الميني جوب. يعني انت بتشتغل بارت تايم، بتشتغل ميني جوب، بتاخد في الميني جوب فلوس كاملة. يعني لو اشتغلت ميني جوب ب 520 يورو، البارت تايم دوت انت اشتغلته وعديت في الاتنين 20 ساعة في الأسبوع، هيتخصم من بارت تايم حاجات كتير، بس أكيد عشان هو مش مبلغ أصلا كبير. يعني البارت تايم في العادي بيبقى 1200 يورو، 1300، 1000 يورو، لما يتخصم ويبقى حاجات كلها عبيطة يعني. مع الميني جوب هيبقى مبلغ حلو مع بعض. يعني تخيل انت بتيجي لك صافي مثلا 800 يورو وميني جوب 520، فانت عندك صافي 1350 يورو، مش وحش خالص على مثلا 25 ساعة في الأسبوع أو 30 ساعة في الأسبوع، مش وحش خالص. كأنك بتشتغل 3/4 فول تايم. حلو الكلام؟ أنا عارف الموضوع معقد، عارف الموضوع مش تفهم بسهولة، بس خليك معايا. يبقى احنا كده فهمنا الميني جوب مع ميني جوب، فهمنا كده البارت تايم مع ميني جوب. طب البارت تايم مع البارت تايم، يعني دوام جزئي مع دوام جزئي، الحالة دي انت بتحدد بقى الشغل الأساسي بتاعك. البارت تايم اللي بتقبض منه أكتر بيبقى هو ده اشتراك كلاسة 1 أو شريحة ضريبية رقم 1. الشغل اللي بتقبض فيه أقل بيبقى شريحة ضريبية رقم 6 أو اشتراك كلاسة 6. ليه؟ لأن هيتسحب ضرايب أقل من هنا في الشغل اللي أنت هتقبض فيه أكتر، وهيتسحب ضرايب أكتر في الشغل اللي أنت بتقبض فيه أقل، هتبقى مجموع الضرايب اللي بتتسحب هنا وهنا قليلين. فدي تركاية برضه ممكن تعملها. كده فهمنا إن إحنا ينفع نشتغل ميني جوب مع ميني جوب،
بارت تايم مع ميني جوب، بارت تايم مع بارت تايم. طيب الاوبشن الرابع اللي معانا نشتغل فول سايت او فول تايم او دوام كامل مع ميني جوب. ينفع تشتغل فول تايم مع ميني جوب، مفيش مشكله. لو انت شغال في شركه من حقك انك انت تشتغل في شركه ثانيه ميني جوب، وبالتالي هتقبض انت برضه مرتبك العادي في الفول تايم، والميني جوب هتقبضها كلها على بعضها، ما بتخصمش منها حاجه. خلينا متفقين الميني جوب او النيبل جوب او وات ايفر اسمها ايه السايد جوب ما بيتخصمش منها فلوس، بتاخد الفلوس اللي انت بتشتغلها. يعني اشتغلت 20 ساعه، 20 في 12 ب 240، هتاخد ال 240 يورو كلهم، ما بيتنقصوش منهم حاجه. فدي نقطه مهمه تعرفها. ينفع تشتغل حتى فول سايت مع ميني جوب. كله بقى انت بتخططه على حسب ما انت ايه الاوبشنز اللي حواليك وعارف تظبطهم ازاي مع بعض. وخلي بالك ان ليميت الطلاب 120 يوم فول سايت اربايت، فول سايت تاج، يعني 120 يوم دوام كامل في السنه ما تعدهمش. ده اللي مكتوب في تصريح العمل بتاعك. خلي بالك من النقطة ديت. وبرضه في كل اللي أنا قلته أوبشنز كتير مع بعض، بارت تايم مع بارت تايم، أي شغلانتين لازم الشركتين يكونوا عارفين إن أنت شغال عند التاني. يعني أنا شغال مع شركة إكس وراح أشتغل مع شركة واي، لازم واي عارفة إنك شغال مع إكس، وإكس عارفة إنك شغال مع واي، عشان ما يحصلش لبس. وأصلا معظم العقود بيتكتب فيها إن أنت لو هتشتغل شغل تاني لازم تقول لهم. خلي بالك. بس أتمنى تكونوا استفدتوا، وهي كانت معلومة كده إيه لذيذة للناس اللي بتسألني. جاني عن الموضوع ده أسئلة كتير جدا الناس مش فاهماها، فأتمنى تكون كده فهمتوها كويس إن شاء الله. يعني لو انتوا عندكم أسئلة في أي حاجة في الموضوع دوت يا ريت تسألوني وإحنا مع بعض. أنا عامة يعني اشتغلت معظم الحاجات دي أصلا، اشتغلت ميني جوب مع ميني جوب، الحاجات دي كلها اشتغلتها، فعندي معلومات حلوة إن أنا لو أفيدكم بيها لو حد عنده سؤال. أتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو. صوت معايا ما تنساش لايك شير وسبسكرايب مع زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. أشوفكم بإذن الله على خير في حلقة جاية. سلام يا شباب.